وما تسيبيش حاجة الا لما تتعلميها. انتي خلي عندك شغف، انتي خلي نفسك عايزة تبقي حاجة، خدي بايد نفسك، شجعي نفسك. لما تلاقي حاجة عايزة تتعلميها اسعي اجري وراها عشان تتعلميها. ما تستنيش من حد يقولك تعالي بينا نروح ناخد كورس في الحتة الفلانية، تعالي بينا نعمل حاجة. انتي خلي نفسك قائدة كده لنفسك، ما تقعديش في البيت زي البطة البلدي ولا حتة الشطرنج مستنية حد يحركها. انتي قومي واسعي، ابدأي كل حاجة بدري وانتي لسه في كامل طاقتك ولياقتك. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن احوالكم يا رب. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد حماسي جدا، ان شاء الله تطلعي منه بافكار حلوة جدا ونصايح من الاخر علشان تبدأي حياتك كده وتبصي لقدام. النصايح دي محدش قالها لي وكنت اتمنى حد يقولها لي وانا صغيرة. تابع معايا الفيديو للاخر، انا بيبو ودي قناتي روتينيستا، وان شاء الله الفيديو يعجبك. واول نصيحة كنت اتمنى حد يقولها لي وانا صغيرة اني اتعلم كل حاجة بدري. زي ايه مثلا؟ زي مثلا اني اخد كورسات ايه؟ كورسات لغات مثلا. لو انت حابة عندك ميول معينة للغة معينة تعلميها. لو انت مثلا حابة انك انت تتعلمي فوتوشوب او جرافيك او اي حاجة خاصة بالمجال بتاع الكمبيوتر، مجال البرمجة والاي تي او الترجمة، استغلي التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي اتعلميها. خدي حاجات كده كورسات كده وانت صغيرة عشان دماغك بتبقى لسه فريش لسه طازة كده، ما تعبتش بحاجات كتير، ما عندكيش زحمة كتير زي لما تكبري شوية وتخلصي الكلية بتاعتك. بيبقى حاجة تانية، انتي بتعدي كده ليفل تاني، دماغك بتتشغل بحاجات اكبر واكتر. فلو انتي حابة انك انتي تخرجي من الجامعة كده ويبقى المجالات كلها متفتحة قدامك، مش بس انك انتي تفكري انك انتي هتخرجي من الجامعة بتاعتك هتشتغلي في مجالك، انسي اي حاجة بتتعلميها دلوقتي في الكليات. بتخرجي بقى لمجال العمل بتلاقي الواقع مختلف تماما عن كل اللي اتعلمتيه. فلازم تتعلمي حاجات تسندك وتقف جنبك ويبقى عندك هدف كده. على قد ما تقدري حاولي، فكري، احفري في الصخر كده، حاولي انك انت توجدي لنفسك مجال تتميزي فيه. حاولي توجدي ميولك، يعني شوفي انت ميولك ايه. يعني مثلا انا ميولي فنية، فقعدت اشتغل فترة كبيرة في الميول الفنية، غلطت غلطة ان انا سبت الحاجات اللي انا كنت هوياها وكنت حباها وكنت شغالة فيها. الحاجات اللي انا سبتها دلوقتي انا بندم عليها ان انا سبتها، لان انا كنت بادئه فيها من بدري. طبعا دلوقتي مع الوقت وان البني ادم بيكبر وانه بينسى او ايده بتاخد على ان هو خلاص ما بيشتغلش، فكل الحاجات دي بتأثر عليه. عشان كده بقولك ابدأي بدري وما تسيبيش المجال اللي انت شايفة نفسك فيه. انت شفتي نفسك في حاجة معينة، صدقيني هتنجحي فيها وهتمشي فيها كويس جدا وهتتميزي. احترفي في اي حاجة، احترفي مثلا في مجال. لو انا هقولك مثلا على مجال فني، هقولك مثلا اشتغلي في الشنط بتاعة الخرز، وتقدري تتعلمي الحاجات دي وانتي موجودة في البيت. لو انتي اصلا كنتي في كلية فنية واتخرجتي، صدقيني اللي انتي اتعلمتيه في الكلية حاجة، واللي هتخرجي تتعلميه من الواقع والحقيقة حاجات تانية خالص. فاهم النصايح اللي هقولها لك انك تبداي بدري في التعليم، انك انت توجدي حاجه معينه تقدري تتعلميها تنفعك بعد كده وانت متخرجه من الكليه، او انك توجدي لنفسك كارير معين تبداي تفتحيه او تشتغلي فيه. افتحي لنفسك مشروع صغير من البيت، ابداي في حاجات هاند ميد كده وانت قاعده في البيت بجانب الدراسه بتاعتك. عايزه اقولك استغلي الوقت بتاع فصل الصيف، الاجازه الصيفيه، بانك انت تتعلمي حاجه او انك انت تشتغلي في الحاجه اللي انت اتعلمتيها فعلا. لو عايزه تشتغلي في كورسات مجانيه كله موجود على النت، وتقدري انك انت تشتغلي في كورسات مجانيه كده، وكل اللي تتعلميه تطبقيه وتشتغلي فيه، وان شاء الله هيبقى حاجة مفيدة ليكي. فدي نصيحتي ليكي، انك تبدأي كل حاجة بدري، تبدأي الشغل بدري، تبدأي التعليم بدري، ما تستنيش لما تتخرجي علشان تبدأي لسه تتعلمي. تاني نصيحة ومهمة جدا اللي هي انك انت اول ما تتخرجي تشتغلي على طول، ما تقعديش في البيت. لو حاولتي انك انت تقعدي في البيت فمش هتاخدي كده على انك انت تشتغلي، وهتبدأي انك انت تحسي انك انت واخدة على الراحة. يعني هتعجبك الراحة، هتركني بقى وتنامي في البيت وتقعدي لهم زي البطة كده في البيت. فده اكتر حاجة ممكن تحبطك.
فعلشان كده بقولك ابدأي اشتغلي بدري، حتى لو كنت مثلا عايزة تاخدي اجازة خدي فترة صغيرة كده، شهر مثلا يعني او شهرين، ما تكتريش قوي يعني في الاجازة، وجديلك بقى مجال تشتغلي فيه. لو حابة تشتغلي في مجالك اشتغلي، لو حابة تشتغلي في كورسات وحاجات تانية كده اشتغلي، لو عندك هواية تنميها بقى وانك انت تشتغلي فيها هاند ميد او اي حاجة بقى، ايا كان الحاجة اللي انت حابة تشتغلي فيها. حاجة بقى كمان ومهمة جدا من النصايح اللي كنت نفسي حد يقولي عليها، او يعني حد يفضل يزن عليها كتير، هي اتقالت لي وانا ما كنتش يعني حطها في دماغي قوي. حوشي، اعملي لنفسك يعني افتحي لنفسك كده حساب وحوشي فيه. ليه بقى؟ لانك انت وانت بتحوشي وانت صغيرة، يعني على ما تبدأي انك انت يبقى عندك مشروع او انك انت تفكري في حاجة، اكيد الفلوس دي مش هتبقى خسارة ليكي لو انت عيناها، الاكيد ان هي هتفيدك في بعد كده. يعني ما سمعناش عن حد حوش قبل كده مبلغ كبير او حوش من صغره ولما كبر لما كبر الفلوس دي اكتشف ان هي ضرته، يعني فاهماني؟ انت مش خسرانه حاجه. حوشي، واكيد الفلوس اللي انت هتحوشيها دي هتبقى بالنسبه لك يعني مصدر للقوه انك انت تبداي حاجه او مجال لنفسك بقوه، وهتبداي كده بدري. كل لما تحوشي بدري كل لما هيبقى عندك فرصة انك تبدأي في المجال اللي انت عايزة تبدأي فيه بدري، هتقدري تسندي نفسك، بحيث انك انت لو احتاجتي دعم مادي ما يبقاش دعم مادي كبير. يعني انت هيبقى معاكي مبلغ انت محوشاه وهتحتاجي عليه حاجة بسيطة، انما لو انت ما حوشتيش اصلا فطبعا احتياجك للدعم المادي هيبقى اكبر بكتير. فدي حاجة مهمة جدا لازم تبدأي فيها من وانتي صغيرة، انك تحوشي من بدري، وكمان تحوشي في الكتمان. ما تبقيش قايلة لحد انك انتي محوشة مبلغ، يعني في اسرتك ما تقوليش لحد خالص انك انتي محوشة مبلغ، حوشي مع نفسك وفي الكتمان كده لحد لما توصلي لمرحلة انك انتي خلاص عايزة تبدأي في مشروعك او تبدأي في الحاجة المعينة اللي انتي حطاها في دماغك وتبدأي تعمليها. فهتلاقي الامور متسهلة وابسط بكتير مما لو كنتي يعني على الحديدة كده من الاخر. واياكي من القروض، اوعي تتجهي لانك انتي تاخدي قرض في يوم من الايام. القرض ده بجد بيبقى حاجة، ده كرب مش قرض. القرض لو دخلتي فيه مش هتعرفي تخرجي من دوامته. دي نصيحة مهمة جدا لازم اقولك عليها وانتي كده في بداية حياتك. فلازم تشتغلي على نفسك كويس جدا، لازم تطوري من مهاراتك، ولازم تعتمدي على نفسك ماديا. عايزة اقولك انك لو ابتديتي وانتي صغيرة هتستمتعي بنجاحك وانتي صغيرة، هتاخدي اكبر وقت ممكن من عمرك وانتي صغيرة كده، بتستمتعي بانجازك وبتستمتعي بنجاحك وبتستمتعي بعمرك. لو اجلتي نجاحك وشغلك وكل حاجة تخصك للما تكبري او لما تتخرجي وتبدأي متأخر، صدقيني اقصر وقت ممكن هتقضيه في بعد نجاحك، اقصر وقت هتستمتعي بنجاحك وتفوقك وانجازاتك وانتي كبيرة. فحاولي على قد ما تقدري انك انتي تبدأي بدري. واخر نصيحة عايزة اقولها لك وهي مهمة جدا، انك انتي ما تتجوزيش بدري. لو اتجوزتي بدري يبقى كل اللي قلناه ده هينزل على الفاضي. عايزة اقولك ان الجواز والخلفة وكل الحاجات دي هتبوظلك كل الخطط اللي انت كنتي حطاها لمستقبلك، ولو انت حابة انك انت تعملي مشروع، ولو انت حابة تعملي كارير لنفسك، كل الحاجات دي هتنزل على مفيش. فحاولي على قد ما تقدري تأجلي جوازك، ما تبقيش لسه في العشرينات وتتجوزي. يعني انجازي واعملي كل اللي نفسك فيه وانتي في العشرينات، اول التلاتينات فكري بقى في الجواز. يعني انما قبل كده ما تحاوليش انك انتي تفكري في الجواز، لان ده كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده هيبقى على الفاضي. ودي النصيحة اللي مهمة جدا اللي محدش هيقولها لك، يعني محدش هيقولها لك، حتى اللي عندك في البيت مش هيقولوها لك. يا رب يكون المحتوى بتاع النهاردة والدردشة معاكم تكون مفيدة وتفيدك كده وتاخدي بنصيحتي، وخصوصا لو انتي كنتي لسه صغيرة. الفيديو ده هي اكتر شريحة هتستفاد بيه هي البنات الصغيرة اللي لسه بتبدأ حياتها. اشوفكم على خير، وما تنسونيش في اللايك علشان تشوفي كل الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. وسلام عليكم.